لاباس عليكم بخير. المهم راني حاده دايره العكفه دايره الطابليه. نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الطريقه صحيحه وسليمه لتحضير المربى ديال الفراوله. طريقه كتخرج مربى رائع. المهم خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وتشوفوا طريقه. غنحتاجوا كيلو د المربى كما كتشوفوا معايا اللي غسلته ونقيته وحيدت ليه الوريقات. مع هاد كيلو د المربى غادي نحتاجوا نصف كيلو ديال السكر. هذا هو العبار الصحيح. كيلو د المربى كنديروا معاه نص كيلو ديال السكر. الا درنا 2 كيلو د المربى كنديروا معاه كيلو ديال السكر الخشن الابيض. هذا السكر الخشن الابيض يعني هكا باش كيصدق لنا الكونفيتور او المربى ديالنا. مع كيلو ديال الفريز الفراوله كنحتاجوا نص كيلو ديال السكر. وكنحتاجوا ليمونه كما كتشوفوا معايا اللي غنعصرها وغادي نستغلها. من بعد غادي تعرفوا فوقاش غنديروها وعلاش. اذا اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نقطعوا هاد الفريز ديالنا غادي نقطعوه وغادي نديروه في الطاوه اللي غادي زعما اللي غادي يتحلى فيها باش من بعد عاد ندير له عمليه الطهي. خليكم معايا. اذا بعد ما كنقطعوا الكميه ديال الفراوله اللي عندنا فكندردروا عليها داك النصف كيلو ديال السكر الخشن. السكر الخشن سنيده كندردروه عليها كامل حتى كيتغطى لنا كامل. وكنديروا هذه العمليه هذه كما كتشوفوا غنبقاو نحركوا الطاوه بحال هكا باش داك السكر كيهبط الفراوله اللي عندنا لتحت. ما غادي نزيدوا عليه لا ما لا والو. القضيه اللي غنديروا هي اننا غادي يعني لما نحاولوا نجنسوا داك السكر مع الفراوله فغادي نوضعوهم ان شاء الله في الثلاجه. وغادي نخليوهم واحد المده ديال 5 ساعات او 4 ساعات على ما نحسوا به طلق كاع ديك السوائل ديالو. الفراوله تطلق كاع داك السوائل ديالها وكنجبدوها باش كنديروا العمليه. المهم البنات هذا هو الفريز ديالنا كيجي بحال هكا. ملي كنخليو داك السكر يتجانس معاه ويطلق فيه فكيجي بحال هكا كما كتشوفوا وكيعطينا واحد اللون رائع. يعني هذا راه ماشي ما ولا شي حاجه، راه غير الماء ديال الفريز طلق داك الافرازات ديالو. كما كتشوفوا خليتو انا شي مهم كنت بغيت نخليه واحد القزبر. ملي كنت كنقي القزبر طاحت لي هنا. المهم كنت بغيت نخليه بزاف ولكن خليته ليله كامله لان كنت بغيت نخليه غير 4 سوايع ولكن صافي عكست عليه قلت حتى الغدا باش نيت يزيد يطلق وداكشي اللي درت.
فكما كتشوفوا طلقنا هذا السائل في الغوج هكا داكن زويون. صافي دابا ما غاديش نحتاجو نديرو الماء، يكفي الماء ديالو بركه. والان غادي نوضعو فوق النار، نار هادئه، وغنبقى نحرك فيه والبنات على نار مهيله بزاف. غنكون وضعنا هاد الفريز ديالنا، وبطبيعه الحال ما نساوش ان نحركوه مره باش هكا ما يلصقناش اولا شي حاجه. الا كان عندكم ما يلصق، الا كانت شي حاجه ما كتلصقش يعني حركوه مره كذلك. اللي بغيت نقول لكم ان عرفتوا واحد الرويحه طالعه منه ديال الفراوله كتشهي غزاله ما شاء الله. وبغيت ناكد كذلك على ان هاد الكشكوشه البيضاء اللي كتبان لكم فغادي نخليوها حتى يعقد لنا حتى يعقد لنا هاد الكونفيتور شويه. فغادي نحيدوها في الاخير باش تشوفوا شنو غادي نضيف واحد الحاجه اللي غنحافظوا بها على هاد الفراوله ديالنا لمده اطول. فخليكم مع الفيديو اكيد وتابعوا المراحل كامله باش ما تزقلوش شي حاجه ويخرج معكم هاد الفراوله رائع. البنات دابا كما كتشوفوا راه كيطبخ، ما نزيدو ليه لا ما لا والو. كما سبقت وكررت ان فقط الماء ديالو اللي كان طالق صافي. وكذلك النار مهيله، يعني ما غاديش نجهدوا لها ولا لانه غيتحرق. النار مهيله بزاف كاع يعني الماكسيموم ديال النقصان ديالها. وهو كيغلى حنا كنحيدو ديك تنقربوا نضيفوا الليمون، داك نصف كاس الليمون اللي صرنا ديك الليمونه اللي وريتكم هي فين غنستغلوها دابا. ملي غيقرب يطيب لنا، ملي تنقص لنا الكميه ديال الفراوله غادي تلاحظوها نتوما ان الكميه ديال الفراوله، فغنبقاو نحيدوا هذيك الكشكوشه البيضاء اللي دايره بحال هكا، لان فقط غادي يعني تفسد لنا الفراوله ديالنا. وكنضيفوا ديك الليمونه اللي عصرناها، ليمونه فقط، وغتعطينا ديك الليمونه غتعطينا نصف كاس بحال هذا كما كتشوفوا. نصف كاس صغير، نص ديال نصف الكاس. وغادي نضيفوه على الخليط ديالنا ديال الفراوله. كما كتشوفوا راه نقصت الكميه، ورحنا كذلك نحيدنا الكشكوشه البيضاء. والان غادي نضيفوا العصير ديال الفراوله ديال عصير ديال الليمون فوالا. وغادي نخليوه بعد ما غنضيفوه غنخليوه يطبخ واحد شويه كذلك مع الفراوله باش هكا يتجانس معاها. وغادي نحيدو ديك الكشكوشه البيضاء اللي بقات لنا، وهكا كنحصلوا على هاد النتيجه هذه وعلى هاد الفراوله المتجانس الرائع. شوفوا البنات كي داير، شوفوا ملعك والمذاق ديالو تحفه، جاي من السم بالليمون غزال، يعني حسن 1000 درجه من هذاك اللي كنشريو من المحلات يعني والدكاكين. كيجي لذيذ ورائع ومصوبع اليد ويعني صحي. كان حبذا لو نبقاو نصاوبوه في الديور ما نبقاوش نشريوه لا هاد الفراوله لا اي فراوله اخر. طريقه كما شفتوا راه طريقه بسيطه وسهله، يعني ما تحتاجش ان الواحد يعجز عليها. يعني زوينه، عجبتني بزاف وجاتني سهله انا شخصيا. نتمنىكم تجربوها. شوفوا داك الحبيبات كيبانوا هكا بحال باقين، ولكن هما ملي كديرهم بحال هكا بالمعلقه او لا الخبز فهما صافي كيهبطوا، لانهم اصلا راهم طايبين وطابخين على خاطرهم في ديك النار مهيله. عفوا. والبنات مع دابا رمضان هاد لي كونفيتير يكونوا كنستهلكوهم بزاف، ومن الاحسن يكونوا هكا مصاوبين على اليد، يكونوا صحيين. نتمنى طريقتي تعجبكم، ونتمنى تكون مبسطه وسهله مهله ليكم. الا عجبتكم فخليوا لي في الكومونتير الاراء ديالكم. فخليوا لي في لي كومونتير الاراء ديال انا متاكده غادي تعجبكم وما غاديش تستغناو عليها مره اخرى. واحد القضيه البنات اللي بغيت نشير ليها هنايا، بالنسبه للكونفيتور ملي غنبغيو نوضعوه في شي قرعه خصنا نعملوه حتى للفم. كما كتشوفوا خصنا نملؤوه حتى للفم، وما خصناش نخليو الهواء فين يدخل، لان داك الهواء اللي كيدخل هو اللي كيفسد لنا الكونفيتور ديالنا. خصنا نملؤوه حتى الفم بالكونفيتور بالمربى، ومن بعد نوضعوا واحد البلاستيكه بحال هكا ديال المهم بلاستيكه بيضاء. بالنسبه لنا كنا درنا كميات بزاف، مثلا درنا جوج قرعه اللي غنستهلكوها حنا غنستهلكوها، القرعه اللي غادي تبقى يعني محتفظين بها غنوضعوها غنغطيوها ببلاستيكه بيضاء، وغادي نحكموا الاغلاق باش هكا ما يدخلش الهواء بتاتا، لان داك الهواء يسبب يعني فساد هذا المربى هذا. فبالتالي خصنا حنا نحافظوا عليه ما يخسرش لمده اطول. وهاد الطريقه هذه
هي اللي غادي تخليه ما يخسر ليكمش وغادي يبقى معاكم المده اللي بغيتيوها. صافي هادشي اللي بغيت نضيف لكم. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، ونتمنى هاد لا كونفيتور يعجبكم وهاد النصائح اللي عطيتكم يعني لقاو استحسان منكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع شي حاجه اخرى.